المكان ده واحد من الاماكن القليله جدا اللي انا كنت مبسوط وانا مستني الاكل يتعمل. على وصل الدهشور في سيتي بارك جي 21 جربت محل مختلف كده شويه وهو ميكس ميز. فكره المكان بسيطه خالص، هو عادي مكان بيعمل حلويات، بس عقبال بقى ما الاكل يجهز او حتى بعد لما الاكل يجهز حاطط لك بارتيشن كده فيه لعب، بتاخد اللعبه تلعبها بقى على مزاجك. انا اخترت اللعبه دي، وحقيقه يا جماعه انا مش عايز اطلع بره الفيديو قوي، بس اللي يعرف اللعبه دي بتتباع فين يقول لي، عشان انا الصراحه هموت واجيبها. المهم بقى الاكل نزل، انا كنت طالب شويه حاجات كتير شويه احتفالا بعيد ميلاد صاحبي نور، بس بدات اول حاجه بالتري ليتشي او كما هي مسماه في مصر في الفتره الاخيره القشطوطه. انا كنت طالبها بالميلك شوكليت، سعرها 60 جنيه، كان محطوط عليها كده من فوق شويه شوكولاته تقريبا كادبري او جالاكسي. بس انا اول ما دقتها عايز اقول لكم ان طعم الميلك شوكليت ده هو بالظبط الجالاكسي والكادبري والحاجات دي. ولما سالت الراجل قال لي انها شوكولاته بلجيكي. الكيكه كانت مويست، طعم الشوكولاته مع الكيكه الاتنين كده عاملين ميكس ما بيجزعكش قوي، فعامه عجبتني جدا. وبالنسبه لسعرها في الوقت الحالي صراحه سعر كويس. تاني حاجتين بقى جربناهم كانوا كريب كندر ولوتس رول كريب. بس قلنا بقى قبل ما نبدا نفصل بالمشروب ده، وهو ريد بول جرين اي، سعره 80 جنيه، غالي شويه. بيكون محطوط عليه 2 سيرب، واحد صور والتاني ستروبري. وعامه هو ده لو انت بتحب الريد بول والميكسات هيعجبك، لو لا بقى زي صاحبي فبلاش منه احسن. المهم نسيبنا بقى من المشروبات، نركز في الحلو. ده كان كندر كريب سعره 140 جنيه. انا بالنسبه لي الصراحه هو كان سيمبل جدا، ما فيهوش اي اختراع. عجينه الكريب محطوط عليها الصوص بتاع الكندر ده، هو الصراحه الصوص كان نظيف قوي، طعمه كان حلو قوي، بس مش ده الحاجه اللي انا اجي عشانها الصراحه. بس سيبك بقى من ده وخش معايا على اللوتس رول كريب. ده بيكون عجينه كريب محشيه من جوه ايس كريم وبراونيز، عليها من فوق لوتس وبسكوت لوتس متجرنش. سعر الرول ده 165 جنيه. هو السعر يخض شويه، بس الصراحه حجمه كان كبير، يعني انا بالنسبه لي يكفي شخصين مستريح. وعامه ميكس الحاجات اللي فيه دي كلها كانت حلوه قوي، والايس كريم كده مهدي الموضوع في النص، فالصراحه عجبني جدا. اخر حاجتين بقى جربتهم من هناك سوشي كريب وبوبس. ابتديت في الاول بالسوشي كريب. بص هو بيكون عباره عن رولات كريب كده محشيه من جوه براونيز متفتفته، وعليها من فوق جرنشه لوتس خفيفه، بيجي بقى معاها ميلك شوكليت وايس كريم. سعر هذا الطبق 150 جنيه. بص انت المفروض تعمل كده في الاول، تروح جايب الميلك شوكليت حاطط كده عليهم كلهم، والله كفايه المنظر لوحده، والله بجد كفايه المنظر. ولما تيجي تاخد واحده هيبقى ده رد فعلك. مش عارف اروح تقريبا. طعم الحاجات مع بعض الصراحه كان حلو جدا، والميلك شوكليت كانت حلوه قوي، بس الفكره كلها انها بتجزع جدا. بس انا بالنسبه لي اللي بيكسر تجزئه الحاجات دي كده كلها مع بعض الايس كريم. انا جربت رول تانية بالايس كريم كانت خطيره، بس صاحبي بقى كان عنده راي تاني مختلف كده شويه. محتاجه كانت تاخد صوص خفيف من جوه عشان تخف التقل شويه. اخر حاجه بقى جربتها من هناك هي البوبس. بتكون عباره عن كور كده فلافي شويه، سعرها 80 جنيه. انا اول ما دقت اول واحده، يعني بصوا يا جماعه، هي دي ما بين الزلابيا والبانكيكس، بس طعمها قريب جدا جدا من الزلابيا. وختمت بقى التجربه دي بواندا سبرايت، وده بيكون عليه 2 سيرب، واحد فراوله والتاني بابل جم، سعره 70 جنيه. هو فيه لذعه كده شويه، بس عامه انا بالنسبه لي الاكل ده كله كان محتاج كوبايه قهوه او شاي جنبها، حاجه تعادل السكر الاوفر اللي احنا كلناه ده. عامه بقى وملخصا للفيديو ده، لو رحت ميكس ميز تطلب ايه؟ انا بالنسبه لي الصراحه التري ليتشي واللوتس رول كريب، ويجي بعدهم السوشي كريب. الثلاثه دول كانوا حلوين جدا الصراحه. ولو انت برضه عايز تقضي وقت حلو وتلعب شويه العاب مفتكسه، ممكن برضه تروح هناك. اكتبوا لي بقى في الكومنتات اكتر مكان بتحبوا تاكلوا منه حلويات هو ايه. وشكرا جدا ليكم لو انتوا لسه بتتفرجوا لغايه دلوقتي. كان معاكم اباظه من قناه لايف وزباظه. سلام.